أهلا. تبدأ قصتنا مع سمير وأهله عايزين يفرحوا بيه علشان يرتبط ببنت اسمها نرجس، رشحوها لأهله وفي قعدة عائلية بعد ما اتفقوا على القايمة ومين هيشيل حق النيش، وأهل العروسة طلبوا من العريس ينفرد بعروسته في قعدة رومانسية، وقال لها ساعتها سمير عايز أسألك سؤال من غير لف ولا دوران. قال لها أنت في حد في حياتك وأهلك ضاغطين عليكي علشان ترتبطي بيا؟ بصيت له باستغراب وقال لها أنا بس بطمن إن ممكن يكون في حد في حياتك وأهلك ضاغطين عليكي علشان تتجوزيني. وقالت له انا مش بحب حاجه في الدنيا غير شغلي والبيت اللي هكون فيه زوجه وام لاولادي. وكان بيبص لها باعجاب كبير، وكان واضح ان سمير ونرجس متفاهمين جدا، وقدم لها دبله الخطوبه في شغلها وفي وسط زمايلها، وتمت الجوازه في وسط سعاده الاهل والاحباب والاصحاب. وفي سنه 2008 حصل انخفاض مفاجئ في الاسهم، وحصلت ازمه اقتصاديه شديده جدا على البلد، وده خلى اصحاب الشركات والمصانع يتخلوا عن اكتر من نص العمال والموظفين، اللي كان من بينهم سمير اللي جاله تليفون من الاداره في الشغل وقالوا له احنا مش محتاجين خدماتك انت ولا فريقك. ونرجس رجعت من شغلها بتعيط، وحصل لها نفس ما حصل لسمير، وهو حاول يطمنها ويقول لها ما تقلقيش. وبسبب الحاله الماديه الصعبه قرروا انهم يقدموا اوراقهم لعقد عمل لاي دوله خليجيه، وقابلوا مندوب شركه السياحه اللي رشح لهم دوله عمان. والاب لما شاف ابنه بيمر بازمه ماليه حاول يعرض عليه فلوس المعاش، لكن سمير رفض ووعد والده ان الظروف هتتحسن باذن الله. وسمير اول مره يحس انه عاجز عن فعل شيء زي حالتنا كلنا دلوقتي، يا رب فك كربنا كلنا. وتاني يوم الصبح جه مندوب شركه السياحه، رحبوا بيه وكانوا فرحانين جدا، لكن صدمهم لما قال لهم ان التاشيره وصلت لكن باسم نرجس مراته، وان تاشيره سمير هتتاخر شويه وما ينفعش يسافروا هما الاتنين. وطلب من نرجس تكون جاهزة لأن ميعاد الطيارة بكرة الصبح. في الأول سمير رفض، لكن بعد ضغط نرجس عليه وإنها أيام بسيطة بس وهتجيله التأشيرة بتاعته ويبقى يحصلها، وافق بس بصعوبة جدا. وقبل ما تركب الطيارة ودعت حبيبها وقالت له أنا هستناك بفارغ الصبر. قال لها أول ما توصلي اتصلي بيا. وفجأة رن التليفون وبنشوف نرجس بتعيط وبتقول لجوزها إنها عايزة ترجع وإن مش هو ده المكان اللي قدمت عليه، وقالت له إنهم بيعاملوها معاملة وحشة، وقالت له تعالى خدني. وسمع صراخها وحد بيضربها وخلصت المكالمة. وحاول يتصل بالرقم وكان باين عليه التوتر جدا. ركب الموتوسيكل وطار على المكتب علشان يعرف ايه اللي بيحصل، وقابل الموظف وقال له على اللي حصل لمراته. قال له الموظف ان المندوب اللي المفروض كان مستنيها ما لقاهاش، وان حد هناك هو اللي خطفها، وان ولا هو ولا مكتبه ليهم ذنب في اي شيء. سمير قال له بكره الصبح هتطلعني عمان باي طريقه، يا اما هولع فيك وفي محلك وفي بيتك كمان. وخد اسم وبيانات المندوب وعمل له تاشيره سياحيه لعمان وسافر لها. واول ما وصل دوله عمان الشقيقه وقف تاكسي وقال للسواق انا عايز شريحه تليفون او هاتف عمومي، ووصله المكان غير منه عمله وجاب شريحه اتصال، وحاول يتصل بالرقم اكتر من مره لكن الرقم كان خارج نطاق الخدمه. وسمير لما ما لقاش فايده قال للسواق انا عايز اروح للعنوان ده، لكن السواق قال له ان العنوان ده مش مظبوط لان رمز المنطقه غلط. سمير كان محتار ومتضايق جدا، والسواق قال له ان كل عناوين عمان بتبدأ برمز رقمي والرقم اللي معاك مش موجود في دليل عمان كله، وقال له ان ده حد قصده يتوهك. وخدوا السواق علشان يعمل محضر في الاسم، وهناك شرح له السواق ان زوجته مختفية من امبارح في عمان، والضابط قال له لازم الاول تقدم طلب وتاخد تصريح من السفارة الهندية وهم اللي يبعتوا لنا علشان نتحرك، هو ده القانون هنا. وبعد كده وصلوا السواق للسفارة الهندية واداله رقم تليفونه وقال له لو احتجتني اتصل بيا. ودخل السفارة سمير وقابل موظفة الاستقبال وبدأ يحكي لها القصة كلها، وقال لها انه راح يعمل محضر في اسم الشرطة لكن الشرطة طلبت تصريح من السفارة. ردت الموظفة وقالت له مشكلتك كبيرة والمتخصص بالمشاكل دي هو نائب العلاقات العامة، ولسوء الحظ انه مسافر ومش هيجي غير بعد يومين، وطلبت منه يكتب قصته ويسيب تليفونه وهم هيتصلوا بيه. قال لها بقول لحضرتك ان مراتي كانت بتصرخ وبتعيط في المكالمة وانت بتقولي لي استنى يومين. قال لها انت عارفه النظام هنا، ابوس ايديكي ساعديني. وخد رقمها ومشي وراح للسواق اللي كان متضايق جدا ومش عارف يساعده ازاي. لكن سمير خد باله ان الرقم اللي اتصلت منه مراته وهي في عمان اكيد ليه عنوان، وراح على شركه الاتصالات وبذكاء قال لهم ان رقم مديري في الشغل اتوقف وجاي عشان افعله، ولو عليه اي مديونيه انا هدفعها له. طلب الموظف الرقم المطلوب، وفجاه سمير اتسمر في مكانه لما سمع الاسم وبدا يكتبه،
وكمان عنوان الفاتورة اداهوله، وده كان من حسن حظ سمير. واتصل بموظفة السفارة وقال لها انه قدر يوصل لاسم وعنوان الشخص اللي مراته اتصلت من تليفونه، وتوجه على العنوان الموصوف. ولما وصل وخبط على الباب، صاحب البيت قال له ان الشخص اللي كان موجود في البيت ده كان مأجر البيت منه وسابه من اسبوع. سمير قال له طيب البنت اللي في سنات ابدا، وهو عايش لوحده وما عنديش اي فكره هو عايش فين دلوقتي. مشي سمير وهو حزين لانه كان اخر خيط هو قدر يوصل له، وراح للسواق. والسواق قال له انا عارف شخص ممكن يدلنا على معلومات توصلنا للشخص اللي انت بتدور عليه. سمير قال له انا بشكرك واسف اني ورطتك معايا. السواق قال له ما تحرجنيش، انا ربنا هو اللي بعتني ليك علشان اساعدك، والامر ده لا بايدي ولا بايدك. وجه الراجل اللي معاه معلومات من الشرطة عن الشخص اللي اسمه شيراز، وكان بيقول انه قواد وشغلته انه يشغل الستات في العلاقات المشبوهة. وعثمان السواق شرح له ان شيراز سواق تاكسي ومراتك اتخطفت زي بنات كتير عن طريقهم، وقال له كمان ان كتير طلبوا منه انهم يجروه في نفس الطريق، لكن هو كان بيرفض طلبهم برغم انهم بيغربوا المال. ساعتها سمير الدنيا لفت بيه وكان هيغمى عليه من الصدمة، وتوسل سمير لعثمان السواق انه يساعده يلاقي مراته وما يسيبوش في دقته. وفعلا خدوا عثمان وقال له هتمثل انك رجل اعمال وجاي هنا عشان تروش على نفسك، وخدوا على واحدة قوادة بتتاجر في البنات. ولما قلب في الصور ما لقاش صورة مراته فيهم، وخدوا وراحوا على مكان تاني وقابل برضه قواد واداله مجموعة صور علشان يختار من بينهم البنت اللي هيقضي الليلة معاها. وهو بيقلب في الصور ما كانش شايف صورة مراته، وفجأة شاف صورتها، اتوتر واترعش واعصابه ثابت، وكان واضح جدا عليه التوتر، وده شكك القواد فيه. لكن عثمان سيطر على الموقف وقال له هو اختار دي. رد القواد وقال له انها مشغولة مع زبون تاني وفاضل لها 10 دقايق، وسمير وافق انه ينتظرها، وكان باين عليه الكسرة والغيظ وحرقة الدم. لكن القواد قال ان البنات ما بيطلعوش بره المكان، ونرجس ابتدت تفوق من الغيبوبة ونطقت باسم جوزها. ولما حس القواد انهم عارفين بعضهم اتعصب ومسك عصاية، وعثمان مسك القواد قبل ما يضرب سمير، وسمير خدها منه وضربهم بيها وحاول يفوق مراته. لكن السواق قال له احنا لازم نخرج من هنا، وشالها وابتدى يخرج بيها. لكن القواد فاق من الضربة وامر العصابة انها تقتلهم ويرجعوا البنت. وسمير حاول يهرب هو ومراته، لكن العصابة كانت محاوطاهم من كل ناحية. حاول سمير يضربهم بكل قوته، لكن المصيبة ان العدد كبير جدا وهو لوحده واستحالة يتغلب عليهم. ضربوه في كل مرة بيحاولوا يشدوا ايد مراته ويسحبوها منه، بيحاول يدافع عنها ويسحبها منهم ويضربهم، ومسكوها وشدوها منه وهو متمسك بايديها في موقف صعب جدا. وكان واحد من العصابة ماسك سكينة كبيرة ولسه هينزل بيها على ايديهم، سابها سمير في وسط غضبه وانفعاله، وبرغم من الامل ضعيف لكن ما استسلمش وحارب علشان يحررها منهم. واثناء محاربته القواد ضرب بالمسدس النار وامرهم يموتوه. حاول يفلت منهم سمير ومشي على السور وحاول يتسلق من فوق الشباك، وعثمان السواق هرب منهم وركب عربيته وكان بيبص فوق السطوح علشان ينقذ سمير. وفضل سمير ينط من فوق سطوح لسطوح والعصابة بتجري وراه وبتحاول انها تمسكه. ولما حس انهم خلاص هيمسكوه نط من مسافة بعيدة جدا وهرب منهم، وقابله السواق اللي كان متابعهم وقال لسمير اركب. وكان سمير رافض انه يمشي من غير مراته. عثمان قال له لازم نروح نبلغ الشرطة يا اما هيقتلونا هنا. وفجأة واحد من العصابة ضرب عثمان في وشه، خلت السواق فقد الوعي، وسمير ضربه وابتدى يسوق هو العربية والعصابة بالموتوسيكلات وراه. واثناء الصراع ما بين الخاطفين وسمير العربية عملت حادثة والشرطة جت واحتجزت سمير، والسواق دخل العناية المركزة. وساعتها جه نائب السفارة وبيتكلم مع سمير اللي كان بيقول له انا مش عايز حاجة غير مراتي وهرجع بلدي. والشرطة رشحت للسفارة الضابط فايز اللي طلب انه يتكلم مع سمير على انفراد، وكان عنيف جدا معاه وادعى ان سمير بيكذب، برغم ان سمير وضح للضابط كل الادلة اللي تفيد بصحة كلامه. الضابط مسك شاكوش وقال لسمير احنا بنستجوبك لان الراجل اللي مراتك اتكلمت من تليفونه لقيناه مقتول من يومين في نفس اليوم اللي وصلت فيه. وقال له بنستجوبك لان سواق الاجرة فاقد للوعي في المستشفى، واحنا مش عارفين مين وصله للحالة دي، وان المكان اللي انت ادعيت انك شفت فيه مراتك هو عبارة عن متجر للخياطة. وقال له قول الحقيقة وانا هساعدك. وخده
هو وشويه مساجين في عربيه، وبعدين نزلوا منها الضابط وقال له انت دلوقتي في عين القانون مجرم هربان، وانا لقيت دليل واحد لصحه كلامك ومحتاج مساعدتك معايا علشان نلاقي زوجتك قبل ما افقد بقيه الادله. وقال له اركب معايا العربيه. واتكلف الضابط مالك والمحققه غاليه لحل رموز القضيه، وطلب منهم القائد العام الوصول لزوجة سمير في اسرع وقت. وراحوا امن المطار وفرغوا إيدزاك، وهو اللي استقبل البنات وخطفهم، وكمان هو صاحب شركه ازياء كبيره، ولان صوره الكاميرات مش موضحه اي بيانات مش ممكن هيقدروا يثبتوا اي حاجه عليه. وبمجرد محاوله الوصول ليه هينبه العصابه اللي هتخفي نرجس وهيصعب عمليه الوصول ليها. وإيدزاك جاله تليفون من القوات وقال له ان تم نقل البنات بنجاح ومن غير اي مشاكل. وجاله تليفون تاني وقال له الشخص اللي اتصل ان الحكومه بتتقص عليك وان لازم ينقذ نفسه ويقتل البنت علشان لو وصلوا ليها ناس كبيره هتتاذي في البلد وهينكشف امرهم. واتصل بالقوات وامروا يولع في البنت، والشرطه اخذت سمير علشان يتعرف على الجثه. وسمير بكل حزن شاف مراته بالمنظر ده وهم بيشيلوا السلسله اللي هو جابها لها، واتعرف عليها من السلسله لان معالمها يستحيل حد يعرفها بسبب الحرق الشديد. ودفنوها وصلوا عليها هو وعثمان، وكان حزنهم ملهوش وصف. واداله الضابط مبلغ تعويض من الحكومه وجواز سفر وتصريح مرور، وقال له مهما انا قلت لك اني حاسس بألمك انت مش هتصدقني. ووعده ان اللي عمل كده في نرجس هيعاقبه بنفسه. والمحققه غاليه جالها تقارير الطب الشرعي اللي اثبتت فيها اختلاف كبير ما بين الضحيه ونرجس في طول وفصيله الدم، وده بيأكد ان نرجس ما زالت على قيد الحياه. وفي الوقت ده سمير مركبش الطياره وخرج من المطار وكسر شريحه التليفون وركب تاكسي. وسمير رجع للانتقام وبعت رسالة لصاحب موقع الأزياء اللي كان السبب الرئيسي لخطف نرجس، وقال له إنه بنت وهتوصل من الأردن وعايزه تشتغل معاه وانها ما تعرفش اي حد في عمان، وطلب مقابلته. وساعده عثمان يشتري سلاح، وإيدزاك بلع الطعم وحدد معاه ميعاد على انه البنت اللي طالبه تشتغل معاه. وسمير طلب من عثمان انه لو توفى يدفنه جنب نرجس، وقال له وعدني بكده. له فلوس كتير، وقال له الكلام اللي اتطلب منه، وقال له خليها تدخل. ورفع الخمار ويا ريته ما رفعه. سمير قال له ارفع ايديك وارجع ورا. وإيدزاك كان مصدوم من اللي بيحصل معاه وضربه الخاطف، وسمير اتروق عليه بصراحه، لكن سمير قدر يتغلب عليه كتفه. ووراه له صورة مراته وقال له عرفت انا مين دلوقتي؟ قال له عرفتك. وقال له ان مراته لسه على قيد الحياة. وسمير قال له انت عشان خايف من الموت بتقول لي كده، وما صدقهوش ودلع عليه بنزين. والخاطف قال له انا مش بكتب عليك، نرجس مراتك لسه حية. وقال له انا عملت كده علشان انت تيأس وترجع للهند، علشان كده قتلنا بنت تانية غير مراتك وهي هتتنقل في عربية لبلد تانية دلوقتي، ولو كلامي ما طلعش صح ارجع واقتلني. ونزل سلاحه. وبنكتشف ان الخاطف كان على علاقة مع الضابط مالك وبيقول له الحمد لله انك جيت لان سمير كان هيقتلني. وفجأة الخاين مالك ضرب المحققة غالية بالرصاص، وحصلت مواجهة بين الاتنين. وسمير خرج وفضل يدور على مراته وسط العربيات لغاية ما لقاها، لكن ما عرفش يفتح باب العربية. وطلب من نرجس ما تعملش صوت. والخاطف مسك مسدس وضرب سمير بالنار، لكن جت الرصاصة في رجل عثمان، والضابط قتل المحققة سمينة. وبلغ كل دوريات الشرطة ان هم يقبضوا على سمير، واتهموا ان هو اللي عمل كده، وطلب منهم يقتلوه اول ما يشوفوه. ومشي سمير بالعربية اللي فيها مراته والخاطف إيدزاك وعصابته كانوا بيحاولوا يوقفوه، لكن هو اتغلب عليهم. والمباحث صورت الضابط مالك مع أفراد من العصابة وبلغوا القائد الأعلى على خيانته. وسمير اتصل بمندوب السفارة وطلب منه يوفر له حماية لأنه سايق عربية وفيها زوجته. ووصل سمير مبنى الوزارة بالعربية وطلب القائد الأعلى إنهم يبعتوا له سمير اللي كان بيقول لهم الضابط مالك قتل زميلته وعايز يلبسني التهمة. ودخل عليه الضابط الخاين وكان لسه هيضرب عليه النار، لكن القائد الأعلى ضربه وقال له أنا محروق بسببك. قال له أنا عملت إيه؟ قال له القائد الأعلى أنت شرطي فاسد وخاين لزمايلك وهتموت بسبب كده. وصدرت أوامر على لاسلكي بإن محدش يلمس سمير. وسمير فضل يضرب في الضابط الخاين ويعاقبه على خيانته وإنه سبب من أسباب حرمانه من حبيبته، وكان كمان شريك مع العصابة، وقتله لزميلته المحققة سمينة، وعلى كل العذاب والكب والخداع اللي شافه من أول ما وصل البلد اللي كان هو السبب فيه. وكسروا قفل العربية وبدأوا البنات يخرجوا بنت ورا التانية. وأول ما خرجت نرجس وشافها سمير فقد الوعي من ألمه وفرحته. ومغادرة سمير ونرجس أرض عمان، سمير قابل عثمان وقال له أنا مهما حاولت أرد لك جميلك مش هقدر أوفيك حقك. عثمان قال له اللي أنت بتقول عليه جميل أنا بسميه واجب عليا، وأتمنى من ربنا يحميك
انت وزوجتك وحضنه وقال له خلي بالك من نفسك، وركبوا الطياره ولاول مره يحس سمير ونرجس بالامان. واتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيلم، وفيلمنا خلص لكن افلامنا لسه ما خلصتش. كل اللي بتمناه انك تكون استمتعت معايا بفيلم يستحق المشاهده. من الاعجاب او الاشتراك تقدير منك على مجهودي وتعبي، والجزء الثاني هتلاقوه في اول تعليق. بشكركم. كان معاكم هاني فؤاد.